لهم بقى بيقولوا لي احنا مش عايزين النهارده لحمه ولا طبيخ ولا رز ولا اي حاجه. قلت لهم طيب هعمل لكم اكل حلو كده، بس استنوا عليا. قالوا لي لا احنا مش عايزين يا ماما اكل في البيت، ابعتي هاتلنا من بره السندوتشات شاورما. قلت لهم سندوتشات شاورما ايه؟ انتوا عارفين السندوتش بكام؟ المهم قلت لهم استنوا بس كده عليا. وقمت ايه، جبت بصلتين وقطعت نص كيلو من البانيه، وشوحت البصله كده يا دوبك بس تتبيله. وبعد كده غسلت الفراخ وقطعتها قطع صغيره وصفيتها كويس جدا ونزلت بيها. وبعد كده بقى جبت طماطميتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقرن فلفل، اي خضار بقى عايزه تضيفيه في الشاورما براحتك. عندك فلفل الوان ضيفي برضو، ما عندكيش خلاص. انا كان عندي شويه صغيرين في الديب فريزر رحت جبتهم وايه حطيتهم بالشكل ده، وقلبت كل الكلام ده بقى مع بعضه مع رشه فلفل في البدايه. وبعد كده بقى لما دخلت على السوا نزلت بالبهارات بتاعتي، الملح والبهارات المشكله والبابريكا، وقلبت كويس قوي قوي بالشكل ده. كمان هحط لكم تطبيق حلو قوي في الكومنتات تقدروا تحملوا